بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طلبة تالتة ثانوي الشعبة الأدبية، أهلا وسهلا بيكم. معاكم مستر أحمد والي ورياضيات افهمها ببساطة. إن شاء الله النهاردة استكمالا لحل النماذج الاسترشادية هنحل النموذج الاسترشادي رقم 2 في الإحصاء. وطبعا احنا حلينا النموذج الاسترشادي الأول، لو عايز ترجع له هترجع ليه قائمة التشغيل اللي أنا هحط فيها كل الامتحانات الاسترشادية مع بعضها إن شاء الله بإذن الله. على بركة الله خلينا نبدأ كده على طول عشان ما نضيعش وقت، وخلينا نبدأ بحل السؤال الأول. لما يجي يقول لك معامل الارتباط الأقوى فيما يلي، طبعا هيبقى فيه إجابات بالسالب وإجابات بالموجب، ملناش دعوة لأن الإشارة هنا تعني هل هو طردي ولا عكسي. فأنا هعمل إيه يا باشمهندس؟ بجيب أكبر رقم بعد العلامة، يعني بعد العلامة هنا صفر علامة 9، مش دعوة بقية الأرقام. ده صفر خلاص، لا هنا صفر علامة 5، ده صفر علامة 8. طبعا ده ارتباط منعدم، مفيش ارتباط أصلا. فاحنا هل التمانية أكبر ولا الخمسة ولا التسعة؟ تقول لا التسعة، يبقى الإجابة رقم ألف. يبقى ده ارتباط عكسي بس أقوى واحد فيهم. حلو. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك شكل الانتشار الذي يمثل معامل أو ارتباط عكسي. طيب عكسي يبقى نزل لتحت، طبعا ده غلط خالص. فاحنا وده طبعا الارتباط ده رايح في داهية، فاحنا هيبقى يا ده يا ده، يا ألف يا ب. طبعا الارتباط العكسي لما بنعمل خط مستقيم بيبقى نازل لتحت، يبقى الإجابة رقم ب. الحاجات دي مش محتاجة خطوات، فعشان كده احنا بنحلها بسرعة شوية توفيرا لوقت الفيديو. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كان مخطط الساق والأوراق اللي قدامك ده يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى محافظة الشرقية خلال 5 أيام، فإن الفرق بين الوسط الحسابي للعظمى والوسط الحسابي للصغرى. أولا لما هنيجي نقرأ المفتاح بتاعنا إن دي 18 خلاص، والتانية 15، يعني مفيش علامة عشرية. فأنت سيادتك الوسط الحسابي لما تيجي تجيب الوسط الحسابي س بار للعظمى معناها مجموع قيم على عددهم، يعني هم 5 أيام. فأنت هتبدأ تنقل الأرقام وتقسمها على 5، يعني أنت عندك إيه؟ الرقم ده كام؟ 18 زائد اللي تحت ده كام؟ 22. احنا بقى بنعرف نقرا الجدول وسهل علينا جدا. 23 بعد كده 34 بعدها 42 على عددهم اللي هم 5، هتطلع الإجابة هتطلع 27 و8 من 10. طب س بار للصغرى اللي هو مجموع الأعداد على عددهم برضو، لما تيجي تقرا كده 15 زائد 16 زائد دي هتبقى كام؟ اللي بعدها هتبقى 21. طبعا ده أحاد وده عشرات، 33 و 41 على 5، هتطلع الإجابة 25 و2 من 10. هو عايز الفرق ما بينهم، هنطرحهم من بعض هيطلع 2 و6 من 10. الإجابة رقم ألف. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك إذا كان س متغير عشوائي طبيعي متوسطه ميو ب 165 وانحرافه المعياري سيجما، ماشي، وكان احتمال س أكبر من أو يساوي 180 بيساوي 62 من 10000، فإن سيجما بكام؟ طبعا احنا أولا ما بنشتغلش بسين، احنا بنشتغل بصاد. فأنا هبدأ أحول السين دي إلى صاد إزاي؟ هكتب احتمال الصاد أكبر من أو يساوي 180 ناقص الميو اللي هي 165 على سيجما، والكلام ده بيساوي المساحه اللي هو مديها لك دي 62 من 10000. ركز بقى معايا كده، احنا قلنا بنبص على الرقم اللي بعد العلامه عشان نعرف هل المساحه دي كانت نص ناقص ولا نص زائد. قال لي لا، الرقم ده اقل من 5 يبقى نص ناقص المساحه بتاعتنا، يبقى نص ناقص المساحه اللي بتطلع من الجدول بتاعنا بتديني 62 من 10000. هنجيب ال 62 دي هنقول نص ناقص 62 من 10000، يبقى المساحه بتاعت الجدول، المساحه اللي هتطلع من الجدول بتساوي نص ناقص 62 من 10000. هيطلع لي الإجابة بتساوي 49 38. 49 كام؟ 38. حلو قوي. هبدأ بقى أروح على الجدول، وأدور على هذه المساحة. هبدأ أدور على 49 38. بصوا دول 46، لا ما ينفعش. خلاص هنفضل ندور. 49 فين يا مستر أحمد؟ 49 فين يا مستر أحمد؟ أهو 49 أهو.
عند الايد اللي انت شايفها دي 49 38 دي عند 2 ونص ومفيش ارقام عشريه فوق، يبقى عند ال 2 ونص يبقى انا هشيل العدد بتاعنا ده اللي هو 180 ناقص 165 على سيجما بيساوي 2 ونص. هنكتب ده طبعا بشيفت سولف، 180 ناقص 165 على طول كده تطلع بتساوي كام؟ هتبقى 15 على سيجما بتساوي 2 ونص، ونبدأ نحلها هيطلع لك السيجما بتساوي 6. يبقى الإجابة رقم ج. طيب السؤال الخامس بيقول لك في تجربة إلقاء قطعة نقود عدة مرات وتوقف التجربة عند ظهور إيه يا باشا؟ صورة. هتوقف لما يظهر صورة أو 3 كتابات متتالية فإن فضاء العينة. طبعا تعالى كده لو ظهر صورة أو 3 كتابات، لا ما هو ممكن مش ده. تعالى نحل. هنقول إحنا ممكن يظهر عندنا في أول رمية صورة، بعد كده صورة وكتابة، وبعدين صورة وكتابة وصورة وكتابة. ماشي، فلو ظهر صورة واحدة هقف اهو، يبقى انا ده بس الاحتمال ده مش هكمل، ده مش هيكمل. طب تعالى لي على الكتابة. بعد الكتابة في كتابة وصورة، وهنا كتابة وصورة، كتابة وصورة. طيب قال لي طب هنا بقى ممكن يبقى ظهر عندك صورة في أول مرة، بعد كده لما جيت رميت ظهر كتابة مش هتوقف، هتروح رامي تاني مرة. ظهر كتابة مش هتوقف، هتروح رامي تاني مرة. ظهر كتابة هتروح موقف، يبقى كتابة كتابة كتابة. حلو الكلام؟ قال لي طب ده ممتاز. ماشي، طب افرض ظهر كتابة كتابة صورة، يبقى احنا عندنا ممكن يظهر كتابة كتابة صورة هوقف، أول ما يظهر صورة بوقف. طيب هنا كتابة أول مرة مش هوقف، بعدين صورة، يبقى احنا عندنا دول 4 أحداث: صورة، كتابة وصورة أهي، كتابة وكتابة وصورة أهي، كتابة وكتابة وكتابة. يبقى الإجابة بتاعتي هي الإجابة رقم ج. ركز معايا في الكلام اللي مكتوب. تمام. السؤال السادس بيقول لك إيه؟ صرح مدرب إحدى الفرق الرياضية أثناء لقاء صحفي معه من احتمال فوز فريقه في مباراة الذهاب 7/10. أنا هسمي الاحتمال ده الاحتمال أ ب7/10، واحتمال فوزه في مباراة الإياب هسميه الاحتمال ب يساوي 8/10. طيب ماشي، واحتمال فوزه في مباراتين معا دي يعني ألف تقاطع ب يساوي 5/10. فمعنى هذا أنه قرر أن احتمال فوز فريقه في إحدى المباراتين على الأقل، احتمال إحدى المباراتين على الأقل هو ألف اتحاد ب. طب هو ألف اتحاد ب ده بيساوي إيه؟ قال لي بيساوي ألف اللي هي 7/10 زائد ب اللي هي 8/10 ناقص التقاطع اللي هي 5/10. خلاص هيطلع لك واحد، الواحد ده اللي هو 100%. خلاص كده يبقى الاحتمال 100%. مدرب متفائل جدا. تمام. السؤال اللي جاي من اكتر الاسئله اللي احنا بنتسال عليها، وعايزك تركز معايا الله يهديك. ركز معايا ليه؟ لان الجدول التكراري عامل ازمه للطلبه في كل المسائل. من بيانات هذا الجدول التكراري لاعمار 20 معلما، مجموعات الاعمار عندنا خلاص وعدد المعلمين. طبعا احنا كنا بنيجي نعمل الجدول التكراري ازاي؟ كنا مستر بنيجي نروح عاملين جدول كده ونكتب هنا كده الحدود العليا للمجموعات، وهنا التكرار الصاعد، وكنا بنكتب كلمة أقل من، ونبدأ ننقل ده 33 أقل من 38 أقل من 43 أقل من 48 أقل من 53 أقل من 58، وكنا إحنا لازم نزود واحدة، وكنا بنبدأ نكتب هنا صفر ونكتب هنا التكرار الكلي. هغير بس اللون عشان تبقى الدنيا واضحة معاك شوية. طيب هنبدأ نجمع 0 زائد 3 يديك 3. طيب بعد كده 3 زائد 7 يديني 10. 10 زائد 4 يديني 14. 14 زائد 2 يديني 16. 16 زائد 4 يديني 20. وصلت للتكرار الكلي، يبقى أنا زي الفل. حلو. عايز نصف المدى الرباعي. نصف المدى الرباعي يبقى أنت عايز تجيب الرباعي الأول والرباعي الثاني والرباعي الثالث، فأنا هجيب ترتيب الرباعيات كلها. يعني هجيب ترتيب ر واحد، هنقسم ال20 على 4 يطلع 5. 20 على 4 هيطلع ب5. حلو قوي. طيب ترتيب ر2
خلاص 5 في 2 بكام؟ ب10. طب ترتيب ر 3، 5 في 3 بكام؟ ب15. حلو جدا. تعالى بقى يا باشا، احنا عشان نجيب نصف المدى الرباعي انا بجيب ر 1 ور ايه؟ 3 بس. انا هجيب ر 1 ازاي؟ احنا ترتيبه 5. 5 دي معناها ماشي، تعالى هنا كده، الخمسة دي تقع ما بين مين؟ بين التلاتة وبين ال10. اولا تعالى هنا قول لي طول الفترة كام؟ ايه طول الفترة دي يا مستر احمد؟ يعني ال 33 بقت 38 زادت 5. كويس قوي، صلي على النبي بقى. هتبدأ سيادتك انت عشان تجيب ر 1 هتبدأ تجيب الصغرى والعظمى. خلاص؟ تبدأ تجيب مين؟ ها؟ الصغرى والعظمى. يعني هو الخمسة دي ر 1 تقع ما بين التلاتة والصغرى والعظمى. الصغرى كام؟ الصغرى عندك 3 والعظمى 10. وركز عشان انا عايزك تبقى حافظهم كويس جدا. ماشي؟ طيب العليا اللي قصاد الصغرى، العليا اللي قصاد الصغرى، العليا اللي قصاد، بص عند كلمه العليا اهو، اللي قصاد الصغرى اللي هو التكرار ده المناظر اللي هو المجموعات ده 38. يبقى العليا 38. حلو قوي. الجدول ال 38 دي من الجدول قصادها كام؟ 7. قصادها كام؟ 7. حلو الكلام؟ قال لي ده كلام ممتاز. حلو قوي. انا بقى عشان اجيب ر 1 اعمل ايه يا مستر؟ ركز معايا. تبدا سيادتك تكتب العليا اللي هي كام؟ 38 زائد الترتيب بتاعه طالع كام؟ 5 ناقص الصغرى اللي هي 3 ماشي على الجدول اللي هو 7 في طول الفتره اللي هو 5. ماشي؟ هنعملها تاني. تمام كده؟ يبقى انا كده جبت مين؟ جبت الر 1. خلاص هتطلع لي 39 و4 من 10. 39 وايه؟ و4 من 10. حلو قوي. يبقى انا كده جبت الر 1 39 و4 من 10. تعالى على ر 3. ر 3 ده اللي هو ال 15. ال 15 دي تقع هنا. تقع هنا كده، دي ال 15. هجيبها برده بلون تاني عشان سيادتك تبقى مركز معايا. حلو. الر 3 ماشي، هنبدا نجيب، قلنا يقع هنا اهو. ماشي؟ الصغرى بتاعتك كام؟ والعظمى بتاعتك كام؟ الصغرى كام؟ 14. والعظمى ها 16. اهو الرقم الصغير والرقم الكبير اللي قبله واللي بعده. حلو الكلام؟ طيب بعد كده سيادتك كنت بتعمل ايه؟ بتجيب العليا. العليا دي اللي قصاد الصغرى، اللي قصاد الصغرى 48. وتنزل تحت وتجيب الجدول اللي هو ايه؟ ال 48 دي من الجدول اهي قصادها كام؟ 2. يلا بنجيب بقى الر 3 كده. يلا ها، هتقول لي يا مستر الر 3 بتساوي، هنحط حضرتك العليا اللي هي 48 عبي يلا زائد شرط الكسر الترتيب بتاعه اللي هو كام؟ 15 ناقص صغرى 14 على جدول اللي هو 2 في طول الفترة اللي هي 5. هيطلع بيساوي، هيطلع لك ده بيساوي 50 ونص. 50 ونص. لازم تبقى حافظ القانون ده كويس جدا. عايز نصف المدى الرباعي، يبقى نصف المدى الرباعي يعني سيادتك هتطرح 50 ونص ناقص 39 و4 من 10 على الاتنين، عشان قال لك نصف فلازم اقسم على كام؟ على الاتنين. هتطلع 5 و15 على 28 اللي هو الإجابة رقم ج. راجع السؤال تاني تلاقي الموضوع سهل وبسيط، بس انت ايه؟ راجعه اكتر من مرة وحله لوحدك. السؤال اللي بعده، السؤال الثامن، إذا كان صاد متغير عشوائي طبيعي معياري عايز احتمال صاد ما بين سالب 2 و42 و1 و67. طبعا احنا أول حاجة هنعمل الرسمة بتاعتنا. خلاص؟ وهنبدأ نقول له والله بص الجرس أهو، شكل الجرس بتاع زمان. دي سالب 2 و42 ودي موجب 1 و67. حلو قوي. انت عايز المساحة اللي بينهم، يبقى أنا هجيب المساحة اليمين زائد المساحة الشمال. يعني أنا هجيب المساحة دي والمساحة دي واجمعهم. حلو قوي، يلا بينا. طيب تعال نروح على الجدول بتاعنا. انت عندك اول رقم اللي هو كام؟ 2 و42. 2 و42 همشي هنا لغايه 2 و4 من 10 وامشي بالعرض لغايه 2. ده 0 1 2 اهي المساحه قدامك 49 22. 49 22. فاجي هنا اقول له المساحه الاولانيه 49 22 بعد العلامه. حلو. 1 و67 هنروح على الجدول 1 و67 1 و6 وامشي لغايه السبعه. امشي بالعرض كده لغايه 7. عد معايا 0 1 2 3 4 5 6 7. 5
45 25 45 25. يلا هنكتب المساحة دي 45 25. بعد العلامة هتجمع دول مع بعض هتطلع 94 47. الإجابة رقم ب. طيب السؤال التاسع بيقول لك إذا كانت أطوال 200 طالب أو 2000 طالب بإحدى الكليات تتبع توزيعا طبيعيا ما قالش معياري، يبقى ده س. بمتوسط أدي الميو يا باشا، وانحراف معياري أدي السيجما يا باشا، من عدد الطلاب الذين تقل أطوالهم عن 176. احنا لسه حالين السؤال ده في النموذج اللي قبله. أنت عايز س أقل من 176. ماشي؟ احنا هنحول السين لإيه؟ لصاد، يبقى الصاد أقل من 176 ناقص 170 على سيجما اللي هو 8. يبقى عايز احتمال صاد أقل من 75%. خلاص؟ أقل من 75% برضو هرسم الجرس بتاعنا أهو 75% أهو، أقل يعني الناحية دي، يبقى نص زائد الجدول، نص زائد الجدول. خلاص؟ هنجيب الاحتمال بتاعنا، هنروح على الجدول ونروح على 75%. تعال نبص على الجدول كده اهو. 75% دي معناها ان سيادتك هتروح عند 7/10 تمشي لغايه ال5. 7/10 ماشي. 75/100. يلا نطلع فوق شويه. ادي 75% عند الايد اهو. 7/10 وامشي بقى 0 1 2 3 4 5. 27 34. 27 34. راح جاي كاتب هنا كده 27 34. هنطلع المساحه دي هتطلع 77 34. ده الاحتمال. هو عايز عدد يا جماعه، عدد الطلاب هضرب ده في العدد الكلي اللي هو 2000 طالب، فيطلع لك الإجابة تقريبا 1547 طالبا. 1547 طالب اللي هم الإجابة رقم أ. طيب السؤال اللي بعده عينة حجمها بيساوي 225، يعني دي نون، ومستوى ثقة يعني صاد ألفا على 2 ماشي 95% يبقى 1.96. وكان الخطأ في التقدير يعني ه بتساوي 784 من 1000 فإن تباين العينة. طب هو ه اللي كانت 784 دي خلاص من 1000 مش كانت بتساوي، كانت بتساوي ايه؟ كانت بتساوي سيجما على جذر نون، جذر 225 في 1.96 من 100. هتطلع آلتك وتعمل شيفت سولف. يلا 0 علامة 7 8 4 7 8 4 ماشي. هنقول له ألفا يساوي، نعمل شرط الكسر، ألفا إكس على جذر 225. عايز تكتبها 15 اكتبها في كده 1 علامة 9 6 شيفت سولف يساوي، هيطلع لك 6. خد بالك ان انت كده جبت سيجما ب6. التباين اللي هو سيجما تربيع ده التباين 6 تربيع ب36. يبقى الإجابة رقم د. تمام. أسئلة سهلة ومع كتر تكرار الحل. يعني انت لو حليت النماذج الاسترشادية معايا كده ورجعتها وحليتها بإيدك الموضوع هيبقى سهل وبسيط. الأسئلة اللي بدرجتين بقى من أول السؤال 11. عند دراسة العلاقة بين المتغيرين س وصاد وجد أن سيجما س بكذا ب 37 وسيجما صاد ب 100 وسيجما تربيع ب 323. طبعا السؤال ده تعويض مباشر. أنت هتجيب في أن الارتباط هل هو عكسي تام ولا طردي قوي ولا عكسي. طبعا أنت هتجيب ر هتساوي هتقول لي والله يا مستر نون اللي هي 5 في مجموع س في صاد اللي هي 848 ناقص مجموع س اللي هو 37 في مجموع ص اللي هو 100. صح معايا على الجذر الاولاني. نون اللي هي 5 في مجموع س تربيع اللي هي 323 ناقص مجموع س اللي هو 37 الكل تربيع في جذر ماشي مجموع ص تربيع. مجموع ص تربيع اللي هو او نون الاول في مجموع ص تربيع اللي هو 2242 ناقص مجموع ص اللي هو 100 تربيع. هيطلع لك بيساوي تقريبا 98%. طبعا 98% دي يعني طردي قوي. يبقى الإجابة ب. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كان الجدول يبين العلاقة بين المتغيرين س وص، فهو عايز إيه؟
عايز معادلة خط انحدار ص على س. طبعا احنا هنعمل بقى جدول وهنبدأ نجيب مجموع السين. هتجمع السين دي كلها، تجمع معايا يلا، تطلع 73. ومجموع الصاد هيطلع بيساوي 57. هضرب السين في الصاد واجمعهم، يعني هكتب على الآلة 5 في 4 زائد 8 في 6 زائد 10 في 9 زائد 14 في 11. هيطلع لك مجموع س صاد ماشي 804. وهتربع السين وتجمعها 5 تربيع زائد 8 تربيع زائد 10 تربيع. مجموع س تربيع هيطلع بيساوي 1041. تمام. واحنا عندنا عدد القيم عندهم 1 2 3 4 5 6، يعني النون ب6. هتبدأ سيادتك تجيب لي قيمة ب. تجيب معادلة الانحدار، هتبقى ن اللي هي 6 في مجموع س في ص اللي هي 804 ناقص مجموع س اللي هي 73 في مجموع ص اللي هي 57 على ن اللي هي 6 في مجموع س تربيع 1041 ناقص مجموع س الكل تربيع اللي هي 73 تربيع. هتطلع بتساوي تقريبا 723 من 1000. هتجيب لي ألف، تقول لي مجموع الصاد يا مستر اللي هي 57 ناقص النون اللي هي 6 في مجموع السين اللي هي 73. آسف مش ناقص النون دي، ناقص ب اللي هي 723 من 1000 في مجموع السين اللي هي 73 على ن اللي هي 6. هيطلع لك بيساوي تقريبا 703 من 1000. فتطلع لك الإجابة بتاعتك هي الإجابة رقم ج اللي هي أ زائد ب في س. تمام كده. طبعا أسئلة برضو محتاجة إن سيادتك تبقى مذاكر القوانين كويس. السؤال اللي جاي هو السؤال رقم 13. إذا كان س متغير عشوائي متصل دالة الكثافة له هي 1 على 50 17 ناقص 2 س، حيث س من 1 إلى 6 وصفر فيما عدا ذلك، فإن احتمال من 4 ل 7. طبعا احنا كنا بنعمل إيه؟ بنعمل نص قوس جمع وقوس إيه؟ طرح. طبعا من 4 ل 7 دي مش هتمشي، يعني احنا آخرنا 6، فبدل ال7 دي هنخليها كام؟ 6. ماشي؟ هتعوض مرة طبعا قوس جمع وقوس قلنا إيه؟ طرح. 6 ناقص 4 ب2 خلاص. هتعوض، هتجيب دالة الأربعة ودالة الستة. دالة الأربعة إنك تعوض عن السين دي ب4 خلاص. يعني هنقول 1 على 50 في 17 ناقص 2 في 4. 2 في 4 ب8. 17 ناقص 8 يا سيدي تطلع 9. يبقى دي 9 على 50 بالآلة، مالكش دعوة باللي أنا بعمله بدماغي خلاص. وهنا 1 على 50 وتعوض لي عن السين يا مش ب 6. 6 في 2 ب 12. 17 ناقص 12 ب5 يبقى 5 على 50 اللي هي 1 على 10. هتحسب كل الحسبة دي هتروح مع دي، هيطلع لك الإجابة 7 على 25. السؤال رقم 14. الربيع الأعلى للقيم الآتية. الله. الرباعي الأعلى للقيم الآتية، سيادتك أول حاجة هتعملها زي الباشا كده، زي الباشا وأنت يعني قاعد باشا كده في الامتحان، فوق السؤال هتروح مرتبه. تعالى نرتب كده. هتقول لي يا مستر ال 12 بعدها 13 بعدها 14 بعدها 16 بعدها 18 20 شاطر 24 26 جدع 27. عدهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. عدهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى ناقصنا حاجة. حلو الكلام كده. تمام كده. احنا كتبنا 12 13 14 16 18 20 24 ماشي. 24 في 2 24 خلاص. في 24 مرتين خلاص. يبقى عشان كده انا بقول لك عدهم. في 24 ايه مرتين، بعد كده 26، بعد كده 27. حلو قوي. انت عايز الربيع الاعلى ترتيبه ترتيب ر 3 بيساوي، هم دول 11 هنزود واحد تبقى 12 على الأربعة ونضربها في 3 هيطلع العدد التاسع. العدد الايه؟ التاسع. هات لي التاسع بقى من هنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كام؟ 24 اللي احنا كنا مش كاتبينها. طيب يبقى الإجابة رقم أ. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك في السؤال اللي جاي
سؤال 15: إذا ألقي حجر نرد منتظم مرتين متتاليتين فإن مدى المتغير العشوائي. مدى المتغير العشوائي هيبقى الأعداد اللي هتظهر، ماشي، تعبر عن أكبر العددين الظاهرين. ماشي، احنا لما بنرمي حجر النرد مرتين كنت أنا عملتها لكم بالشبكة البيانية اللي هي عملناها كده. خلاص، عملنا هنا أصغر رقم وأكبر رقم، يعني 1 2 3 4. خلاص، هو بقى بيقول لك أكبر العددين الظاهرين، فطبعا هيبقى الواحد مع الواحد يبقى 1، والاتنين مع الواحد تبقى الاتنين، وهكذا. فيظهر لك 1 2 3 4 5 6 اللي هو فضاء العينة بتاعتك، ماشي، اللي هو الإجابة رقم ب. السؤال اللي بعده، السؤال رقم 16، بيقول لك إذا كان أ وب حدثين من فضاء، يعني إن التجربة عشوائية فيه، بحيث لام أ ب 45%، واحتمال ب 6/10، وب بشرط أ بيساوي 8/10، فإن لام أ بشرط ب. هقول له الأول أنا هجيب التقاطع اللي هو أ تقاطع ب كان بيساوي الاحتمال الشرطي في التاني اللي هو في الألف، يعني هضرب 8/10 في 45%، هيطلع لي 36%. حلو قوي يا مستر احمد، كده انا جبت التقاطع. انت هنا هتقول لي والله التقاطع اللي هو 36% اللي انا جبته على التاني اللي هو ب اللي هو 6/10، هتطلع الاجابه بتساوي 6/10. السؤال اللي بعده: اذا تم اخذ عينه من 100 موظفا من العاملين بوزاره التربيه والتعليم، ماشي، الوزاره بتخبط فينا اهي، وجد ان متوسط عدد ساعات العمل الاسبوعيه 38 ساعه، ده المتوسط اللي هو ميو، وده نون اللي هو عدد العينه، والانحراف المعياري سيجما، وفتره الثقه هتقول لي على طول صاد الفا على الاثنين بتساوي 1.96%. فان المتوسط عدد ساعات العمل الاسبوعيه، هو هنا عايز فتره الثقه اللي هي س بار ناقص ه وس بار زائد ه. فانا عشان اجيب س بار اللي هو ميو، عندك ده س بار اهو اللي هو الميو، حلو قوي. هنجيب ه الاول. اقول له طب هجيب ه ازاي؟ قال لي ه يا باشا بتساوي، قول، السيجما اللي هي 4 على جذر النون جذر ال100 في 1.96، فيطلع لك الإجابة 784 من 1000. حلو الكلام، قال لي ده كلام رائع ممتاز. احنا بقى نقول ايه؟ 38 ناقص الرقم ده و38 زائد الرقم ده، فيطلع لك الإجابة بتطلع رقم ج. تمام، جربها انت كده على الآلة هتلاقي الرقمين دول ظهروا معاك. طيب، السؤال اللي بعده، السؤال 18، بيقول لي معاليك إذا كانت معادلة خط الانحدار ص بتساوي 2 زائد 5 من 10 س، قيمة ص المتوقعة عندما س ب6. هتعوض عن س ب6، يعني هتقول لي 2 زائد نص في 6 هتطلع بتساوي 5، يبقى الإجابة رقم ب. السؤال 19، تمثيل الصندوق البيانات التالية 27 24 20 18 15 13. حلو الكلام، ده كلام ممتاز. هو عايز يعرف، طبعا احنا هنا اصغر قيمه كام؟ اصغر قيمه عندنا 13، هو بادئ كله من 13. اكبر قيمه 27، اكبر قيمه 27، كله 27، يبقى كلهم كاتبين اصغر واكبر. يبقى هي الفكره هنا انك تجيب الرباعيات. هتجيب الرباعيات، طبعا احنا عشان نجيب الرباعيات لازم ارتب، يعني هنبدا نرتب ال 13 بعدها ال 15 بعدها ال 18 بعدها ال 20 بعدها ال 24 بعدها ال 27. هايل. هنبدأ نعدهم 2 4 6 6، هنقسم ال7 على ال4 هنزود على ال6 1 تطلع 1.75%. 1.75% ده اللي هو هنا، يعني الرباعي الأول هنا. طب هضربه في 2، ترتيب الرباعي التاني، هضرب ده في 2 يطلع 3.5. يطلع كام؟ 3.5. حلو الكلام. 3.5 ده هيطلع لي ادي 1 2 3، يعني ده الربيع التاني هنا. كويس قوي. وبعد كده هتضرب ده في 3 عشان تجيب الرباع التالت. كويس، خلينا نجيب الاول والتاني الاول. حلو قوي. انت سيادتك عشان تجيب قيمه الربيع الاول او الرباع الاول هتعمل ايه؟ تقول لي يا مستر والله بص، احنا عندنا ده يقع ما بين رقمين، الصغير والكبير. الصغير 13، هكتب الصغير اهو زائد قوسين اهو او قوس واحد بس. الكبير ناقص الصغير اللي هو 15 ناقص 13 في العلامه العشريه اللي هي 75%.
حلو الكلام. هتطلع الربيع الادنى او الاصغر، هيطلع 14 ونص. يطلع بكام؟ ب 14 ونص. حلو. طب ده في 14 ونص اهو، ودي في 14 ونص، يبقى الاجابه انحصرت عندنا ما بين الالف وما بين الدال. اروح جايب الرباعي الثاني، اشوف بقى الرباعي الثاني ده يقع ما بين ده 18 و20، يبقى الصغير. بعد كده قوس في الكبير ناقص الصغير، 20 ناقص 18 ب2، في العلامه العشريه اللي هي نص، يطلع 19. طيب احنا عندنا ده الربيع الثاني ب 19، وهنا الربيع الثاني ب 20، يبقى دي غلط. يبقى الاجابه بتاعتنا هي الاجابه رقم الف. سؤال فيه مجهود وفي حل انا عارف. السؤال رقم 20 بيقول لك اذا كان الف وب حدثين مستقلين، وكان احتمال الف، طبعا كلمه مستقلين يعني التقاطع الاول تجيبها تضرب الف في ب. الف تقاطع ب بتساوي 4 من 10 في 3 من 10، تطلع لك بتساوي 12 من 100. حلو الكلام. تطلع ب 12 من 100. الف تقاطع ب، هو عايز ايه بقى؟ احتمال الف فرق ب. احتمال الف فرق ب دي معناها الاولاني ناقص التقاطع، الاولاني اللي هو 4 من 10 ناقص التقاطع اللي هو 12 من 100، هتطلع 28 من 100 بالآلة الحاسبة، اللي هي الإجابة رقم ألف. طب السؤال رقم 22، إذا كان ألف وب حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية. خلاص. وكان احتمال ألف ب4 من 10 وب ب3 من 10 ألف اتحاد ب، فإن ألف وب حدثين مالهم. طبعا أنا هنا هجيب ألف تقاطع ب اللي هي بتساوي الألف اللي هي 4 من 10 زائد الب اللي هي 3 من 10 ناقص الاتحاد اللي هي 7 من 10. حلو الكلام. فيطلع ألف تقاطع ب بصفر. ولما يكون ألف تقاطع ب بصفر يبقى دول اسمهم حدثين مالهم متنافيين. حدثين متنافيين. يبقى الإجابة عندنا هي الإجابة رقم ب. طيب السؤال اللي بعده، الشكل التالي يوضح توزيع درجات امتحانين لمجموعة من الطلاب. حلو قوي. هو مديلك التمثيل الصندوقي لامتحانين لمجموعة من الطلاب، ومنها نجد أن إيه؟ الدرجة الوسطية لامتحان ألف أقل من الدرجة الوسطية لامتحان ب. درجات امتحان ألف أكثر اختلافا وانتشارا من درجات الامتحان المدى الربيعي لدرجات امتحان ب أكبر من المدى الربيعي لدرجات امتحان ألف. هو إيه اللي هو عايزه؟ أولا أنت هتبدأ سيادتك تبص، أنت الأصغر قيمة هنا القيمة الصغرى كام؟ 30، والقيمة العظمى 75. هنا الصغرى كام؟ الصغرى 20 والعظمى 90. لو جبنا الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة، خلاص، هيطلع لك 75. احنا هنجيب المدى للأولى، خلاص، 75 ناقص 30 يطلع 45. والمدى للثانية يطلع 70. طبعا يبقى الاختلاف في ألف أكثر من ب، يبقى الإجابة بتاعتنا هي الإجابة رقم د. طيب طبعا الدرجة الوسيطية إن أنت تجيب الري 2 هنا. طبعا هنا ري 1 أهو، ري 1 قيمته بكام عندك؟ 35. ري 2 45. ري 3 65. كويس. تعالى هنا ري 1 ب 30. ري 2 50. ري 3 75. تعالى نشوف هو عايز ايه ري 3 دي. طيب الدرجة الوسطية لامتحان ألف أقل من الدرجة الوسطية لامتحان ب. الدرجة الوسطية اللي هي ري 2 ألف 50 وب ب 45. لا مش أقل. المدى الربيعي لدرجات ب أكبر من المدى الربيعي لدرجات ألف. طب ما نجيب المدى الربيعي لب. خلاص نشوفها كده. 65 ناقص 35 يدي لك كام؟ 30. 75 ناقص 30 يدي لك 40. لا ألف أكبر، يبقى رقم ب غلط. الربيع الأدنى لدرجات ب يساوي الربيع الأدنى لدرجات ألف. الربيع الأدنى هنا 35 والربيع الأدنى هنا ب 30، يبقى كل دول غلط. يبقى الإجابة الوحيدة الصح الإجابة رقم د. السؤال رقم 24 بيقول لك إذا كان احتمال نجاح في تجربة واحدة يساوي 25 من 100. احتمال النجاح اللي هو ح من احتمال حدوث النجاح قبل أو في المحاولة الثالثة. احتمال س أقل من أو تساوي المحاولة الثالثة، لأنك قبل أو. طيب احنا يا فندم كنا بنعمل ايه؟ كنا بنيجي نقول ان الاحتمال ده طبعا ليه قوانين لازم سيادتك تبقى مذاكرها. كانت بتساوي ايه؟ كانت بتساوي ح
في 1 ناقص ح أس نون، ماشي، اللي هي أصغر من 3. تمام. احنا أصغر من 3 دي يعني هتجيب إيه؟ هتجيب عند الواحد وعند الاتنين، خلاص، وعند الصفر. ماشي. يبقى احنا هنقول أول حاجة 25 اللي هي ح، 1 ناقص ح اللي هي 75 من 100. 75 من 100 أس كام؟ أس كام؟ أس نون ناقص 1. 3 ناقص 1 ب2. طيب زائد، يبقى دي المحاولة عند 3. عند 2 بقى تقول لي 25 من 100 يا مستر أحمد. في 1 ناقص اللي هي 75 من 100 يا مستر أحمد. ها، في 2 ناقص 1 تديك 1 زائد 25 من 100 يا مستر. في 1 ناقص اللي هي 75 من 100 في 1 ناقص 1 اللي هي أس صفر. هنحسب الحسبة دي كلها هتطلع لك الإجابة رقم أ. السؤال 25 بيقول لحضرتك في التمثيل المقابل بالساق والأوراق. تمام. عايزين الوسيط اللي هو ر 2 يعني. طيب احنا اولا المفتاح عندنا بيقول ان دي علامه عشريه، خد بالك بقى، عشان كده قلت لك اقرا المفتاح. يعني دي 23 و4 من 10، 23 و5 من 10. حلو قوي. احنا تعالى نعدهم. يعني ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. احنا لما نيجي نجيب ترتيب ر 2، خلاص، الاول لو انت عايز تجيب ترتيب ر 1 انت سيادتك بتعمل ايه؟ بتزود على 15 واحد تبقى 16 على 4. حلو، تطلع 4. ترتيب ر 2 هتطلع 4 في 2 بكام؟ ب 8. او بتقسم الرقم على الاثنين على طول. حلو، يبقى 8 العدد الثامن. تعال نعد العدد الثامن كده: 1 2 3 4 5 6 7 8. خلاص، يبقى هو الاجابه بتاعتنا هتطلع 25 و8 من 10 اللي هي الاجابه رقم ب. القيمه الحرجه ص أ على 2 المناظره لمستوى ثقه 97% باستخدام جدول المساحات أسفل المنحنى الطبيعي المعياري. طبعا هي القيمة الحرجة بتساوي 1 ناقص ألفا على 2. خلاص، هتطلع 97 من 100، خلاص، على 2 اللي هي تطلع 4 8 5 بعد العلامة. طبعا نحط هنا صفر ونبدأ بقى نروح للجدول بتاع المساحات ندور على هذه المساحة 4 8 5 0. 4 8 5 0 4 8 4 8 هي مستر أحمد 1 4 8 2 4 8 يلا يا ابني أهي 5 0. يبقى دي 2 علامة 1 ونمشي بقى 0 1 2 3 4 5 6 7. يبقى 4 8 5 0 دي طلعت عند 2 1 علامة 2 علامة 1 7. يبقى 2 و17 من 100. 2 وكام؟ و17 من 100 موجودة دي أهي. الإجابة رقم أ. هتروح على الجدول وتطلعها منها. طيب السؤال اللي بعده، سؤال 27 بيقول لحضرتك إذا كانت النقطة 120 و 356 إحدى نقط شكل الانتشار، دي س ودي ص، الذي يصف العلاقة بين المتغيرين، وكان معدل خط الانحدار مديها لك اهو، مقدار الخطأ في قيمة ص. طبعا دي قيمة ص من الجدول، أنت عايز ص من المعادلة، هتعوض عن الس دي بكام؟ ب 120. فتقول لي ص معادلة بتساوي 35 و35 من 100 زائد 2 و564 من 1000 مضروبا في 120 يا مستري. حلو قوي. هيطلع لك الإجابة 343 و 3 من 100. حلو قوي، حلو الكلام. أنا عايز مقدار الخطأ. مقدار الخطأ قيمة مطلقة. القيمة من المعادلة 343 و3 من 100 ناقص القيمة من الجدول اللي هي 356 أو العكس، مش تفرق معانا خالص. هتطلع تقريبا بتساوي 13 اللي هي الإجابة رقم ب. أنت حاطط علامة قيمة مطلقة فالموضوع مش هيفرق معاك. السؤال ده بيقول لك أنا عايز إذا كان ص متغير عشوائي طبيعي معياري فإن احتمال ص أكبر من أو يساوي 1.64 من 100. طبعا سيادتك هتيجي ترسم شكل الجرس بتاعنا زي ما اتعودنا أهو عشان تعرف. ادي 1 و64 من 100. انت هنا هتصلي للجزء اللي بره عشان اكبر، يبقى نص ناقص المساحه اللي هنطلعها من الجدول. تعالى نروح على الجدول. 1 و6 من 10 اهو. همشي بقى عند صفر 1 2 3 4 44 95 44 95 44 95. بحسب الجدول سهل يا جماعه جدا، ما فيهوش حاجه. مشيت لواحد 6 وعديت بقى الخانات بالعرض 0 1 2 3 لغايه ما وصلت لايه؟ للاربعه وخدت المساحه بتاعتها. هنطرحهم من بعض هيطلع لك الاجابه 5 5. خلاص، يلا السؤال اللي بعده يا محترم. طيب السؤال 29 بيقول
حقيبة بها 6 كرات بيضاء و4 كرات حمراء، صاحب الكرتين عشوائيا واحدة بعد الأخرى، كان احتمال أن تكون إحداهما بيضاء والأخرى حمراء يساوي م. إذا كان السحب مع الإحلال، يعني الكرة هترجع تاني، ويساوي ن إذا كان السحب بدون إحلال، فإن م ون بيساوي كام؟ أولا إحنا طبعا الكور البيضاء كور إيه؟ حمراء. حلو. تعالى السحبة الأولى كام؟ 6 على 10، ده احتمالها إن كلهم 10. هنا السحبة الأولى 4 على 10. طيب إحنا عندنا ال 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 الاحتمال بتاعنا هو عايز الأولى بيضاء والأخرى حمراء. حلو، ده مع الإحلال. لو التانية بقى، السحبة التانية لو أبيض أو بيضاء وحمراء مع الإحلال هتطلع برضو 6 على 10. والتانية كام؟ 4 على 10. أنا لو جبتها هضرب الميم بتساوي، وخد بالك صحبة كرتان واحدة بعد الأخرى، أن تكون إحداهما بيضاء والأخرى إيه؟ حمراء. طيب هنا برضو إحنا هنعملها إيه؟ بيضاء حمراء. كويس. دي تبقى 6 على 10 وإيه؟ 4 على 10. كويس، ده كده مع الإحلال. أنا لما أجي أقول الأولى بيضاء والتانية حمراء يبقى 6 على 10 في 4 على 10 زائد الأولى حمراء والتانية بيضاء 6 على 10، هيطلع لك الإجابة 12 على 25. يبقى أول حاجة اهي 12 على 25 ميم، اللي هي ميم في الأول. فأنا مش هكمل. ليه مش هكمل؟ ما عنديش 12 على 25 في الأول. طب مع الإحلال بقى هنطرح واحد منها ونشوف الاحتمال زي ما شرحت لك في النموذج اللي فات، يبقى ارجع له. السؤال 30، معامل الاختلاف للتوزيع الاحتمالي ده. أنا أولا عشان أجيب معامل الاختلاف لازم اعمل الجدول واجيب الميو واجيب السيجما. طيب تعالى نعمل الجدول بتاعنا. خلاص، الجدول بيساوي ايه؟ كنا بنعمل الجدول كده، اعذروني طبعا عشان انا بكتب بايديا من غير مسطره، فاحنا نتحمل بعضنا شويه. خلاص، احنا ده السين وده د س وده س في د س وده س تربيع في د س. حلو الكلام. يعني هنا هنقول س ر د س ب، ادينا بنراجع اهو واحده واحده. وادي السين في د س وادي السين تربيع في د س. احنا عندنا دي 2 وبعدها 3 وبعدها 9، وبعد كده هنجيب المجموع السيجما بتاعتنا. كويس. د س دي تلت ونص وسدس، ما بنحتاجش احنا المجموع بتاع ده. حلو، هنضرب دي في دي هتطلع 2 على 3 و3 في نص ب3 على 2 و9 في سدس ب9 على 6 او ب3 على 2. حلو الكلام. 1.5 يبقى هتطلع الميو هتطلع لك 11 على 3. خلاص. طيب تعالى بقى نربع ده، يعني هضرب 4 في تلت ب4 على 3، 3 تربيع 9، 9 في نص ب9 على 2، دي هتطلع 81 على 6. كويس، ركز بقى معايا في اللي هقوله. احنا هنا هنجمع الخانه دي هتطلع لك بتساوي، تعالى حتى اطلع لك الآلة ونجمعهم كده مع بعضينا يلا عشان نشوف هتساوي الخانه دي كام. ادي 4 على 3، 4 على 3 زائد 9 على 2، 9 على 2 زائد 81 على 6 يساوي خلاص 58 على 3. دي 58 على 3. احنا عايزين بقى نجيب ايه؟ سيجما تربيع. خلاص، هتساوي ايه؟ قلنا العمود الرابع ناقص مربع الثالث، يعني 58 على 3 ناقص مربع الثالث. مربع الثالث اللي هو 11 على 3 تربيع، هيطلع لك السيجما تربيع تقريبا بتساوي 53 على 9. معامل الاختلاف طبعا احنا هنجيب سيجما بقى. سيجما اللي هو جذر 53 على 9، ماشي، هيطلع لك تقريبا 2 علامة 4 2 6. كويس كده. انت عايز معامل الاختلاف. معامل الاختلاف بيساوي ايه يا جماعة؟ بيساوي السيجما اللي هي 2 و 426 من 1000 على ميو اللي هي 11 على 3، وتضرب الناتج كله في كام؟ في 100. هيطلع لك الإجابة 66 و18 من 100. طيب هو السؤال ده كان مكتوب غلط في النموذج، الزائد ده كان جاي قبل السين، فاحنا هنحاول يعني هو بيقول لك انا عايز قيمه كاف. طبعا السؤال ده غلطه مطبعيه، هو مش مديني كاف دي فين ولا اي حاجه، فده سؤال فيه غلطه طباعه. تمام، ماشي. خش على السؤال اللي بعده. السؤال 32 بيقول لحضرتك
في تجربة إلقاء قطعة نقود مرتين متتاليتين عرف المتغير العشوائي س على أنه الفرق المطلق. كلمة فرق مطلق يعني الناتج يطلع موجب ولا سالب، مش فارقة، بين عدد الكتابات وعدد الصور، يعني الكتابة ناقص الصورة. حلو. فإن التوزيع الاحتمالي هو رمى قطعة النقود مرتين، فاحنا عندنا صورة كتابة، وهنا صورة كتابة، وهنا صورة كتابة. يلا نكتب فضاء العينة، صورة وصورة، صورة وكتابة، بعدين كتابة وصورة، وبعدين كتابة وكتابة. كويس، ممتاز. عايز بقى عدد الكتابات ناقص عدد الصور. يعني هنا عدد الكتابات 0 ناقص 2 يطلع -2، بس احنا قلنا مطلق يعني نشيل اشاره السالب يبقى 2. حلو. وهنا عدد الكتابات 1 ناقص عدد الصور 1 يطلع 0. كويس. هنا عدد الكتابات 1 ناقص 1 يطلع 0. عدد الكتابات 2 ناقص عدد الصور 0 يطلع 2. يبقى المدى بتاعنا خلاص يطلع كام؟ 0 و2 اهو، 0 و2 يبقى يا الف يا ب، يا الف يا ايه يا ب. طيب احنا عندنا دول 4، احنا تحت الاحتمال هنجيبه ازاي؟ هنجيب احتمال الصفر، احتمال س بتساوي 0 هيطلع 2 على 4 اللي هي نص، واحتمال س بتساوي 2 2 على 4 احتمالات يطلع نص، يبقى 0 ونص و2 ونص. يبقى الاجابه بتاعتنا هي الاجابه رقم أ. هو بيعلمك تجيب التوزيع الاحتمالي ببساطه، مش في مسائل صعبه يعني زي المسائل اللي كانت موجوده في الكتاب بتاع المدرسه زمان. إذا كانت درجات الطلاب في إحدى المدارس هي متغير عشوائي طبيعي متوسطه ميو درجة، وانحرافه المعياري سيجما درجات 8 درجات، حيث حصل 22% 22.66% من الطلاب على أكثر من 50 درجة. أكثر من كام؟ من 50 درجة. طيب فإن ميو بكام؟ هو احنا هنا يا جماعة احنا هنحول طبعا السين دي لإيه؟ لصاد أكبر من 50 ناقص الميو على السيجما. تمام كده، هتطلع على 8. المساحة بتاعتنا بقى دي كام؟ هتقسم ده على 100 فتطلع 22.66. حلو الكلام؟ طب هي أكبر من، المفروض إن ده كان نص ناقص، كان إيه؟ ليه؟ عشان الرقم ده اللي بعد العلامة ده أنت شايفه صح؟ عبارة عن عدد أقل من الخمسة، يبقى المساحة دي كانت نص ناقص الجدول بتساوي 22.66. قلت لك هتدخل ده جوه وتطلع الجدول بره، يبقى الجدول المساحة بتاعت الجدول اللي أنا هدور عليها نص ناقص 22.66. هتطلع لك المساحة اللي هتروح الجدول تدور عليها 27.34. 27 كام؟ 34. يلا يا جدول 27.34. نروح للجدول نشوفها. 27 ادي 26 مشي معايا 27 اهي قفشناها. طيب دي عند السبعة. 7 نعد بقى بعد السبعة 0 1 2 3 4 5 يبقى 75%. يبقى المفروض ان الرقم ده يبقى 75%، يبقى 50 ناقص ميو على 8 بيساوي 75%. كويس. هتعملها بشيفت سولف هيطلع لك الميو بتساوي 44. كده احنا حلينا السؤال 33. خش على السؤال المقالي، والاسئله المقاليه هنا محتاجه جدول يكون موجود عندنا، فركز معايا بقى. فانا هعملها لك كده بالراحه. احنا هنرتب س، اصغر ترتيب اللي هو ضعيف 1، بعد كده مقبول 2، بعد كده جيد 3، جيد جدا 4، جيد جدا 5، جيد جدا 6. فهنجمع 4 زائد 5 زائد 6 واقسمهم على الثلاثة، 15 على الثلاثة فيها الخمسة، يبقى دول الثلاثة دول يبقى ترتيباتهم 5. خلاص. طيب هنيجي هنا اقل ترتيب مقبول اهو 1 2، بعد كده جيد 3 4، بعد كده جيد جدا 5، بعد كده ممتاز اللي هي 6. يبقى انا كده عرفت ان نون بتساوي 6. طيب احنا بس عندنا واحده سيادتك طبعا انا ليه بحل كده؟ عشان مفيش مكان بس في ايه، في الورقه بتاعت الامتحان قدامي هنا. احنا الحاجات اللي اتكررت هنا، الجيد اتكرر، انت عندك المقبول اتكرر مرتين، فيبقى ده وده ترتيبهم 1.5، والتلاتة واربعة يبقى ترتيبهم 3.5. خلاص. فانت سيادتك هتجيب مجموع الفه تربيع، يعني احنا دلوقتي هنطرح ونربع على طول. هتقول 5 ناقص 3.5 يدي لك 1.5 تربيع. حلو الكلام. احنا كده بنجيب ايه؟ مجموع فيه تربيع مباشرة اهو. 5 ناقص 1.5 يبقى
3.5 تربيع زائد 3 ناقص 3.5 اللي هي نص تربيع. طبعا بنشيل السالب. 1 ناقص 6 5 تربيع. 2 ناقص 5 3 تربيع. بعد كده 5 ناقص 1.5 3.5 ايه تربيع. هيطلع لك مجموع فيه تربيع بيساوي 61. طيب احنا عايزين نجيب بقى مين؟ معامل ارتباط الرتب السبيرمان. ر بتساوي 1 ناقص 6 في مجموع فيه تربيع اللي هو 61 على نون اللي هي ب6 في نون تربيع اللي هي 36 ناقص 1 اللي هي 35. 6 هتروح مع ال6 وهنحسب الحسبة الجميلة دي. هيطلع لك بيساوي سالب 742 من 1000. طبعا كده ده ارتباط عكسي قوي. خلاص، ده السؤال رقم 34. السؤال اللي جاي بيقول لك مثل البيانات التالية توضح درجات 20 طالب في مادة الرياضيات. مثل البيانات بطريقة الساق والأوراق واحسب نصف المدى الرباعي. حلو. احنا يا فندم الموضوع هنا محتاج مننا شوية مجهود. ليه بقى؟ ان انا هعمل ساق وأوراق وهعمل مجهود جامد جدا. اول حاجة اصغر رقم. اصغر رقم كام؟ دور معايا يطلع 71. ده الصغير. اكبر رقم كام؟ 100 يا مستر. يبقى 100. فانا هاجي هنا هعمل ادي الساق وادي الاوراق. ماشي. احنا اصغر رقم عشرته 7 يبقى 7 8 9 10. حلو. هناخد بقى اللي جنب ال7 71 يبقى انت عندك 1. ماشي. امشي بقى معايا في 72. لا في 73 بس في 73 ادي واحده ادي 3 اهي وادي 73 تاني اهي ادي كمان 3. خلاص. بعد كده في بعدها 75. 75 كم مره واحده؟ في 76 انا شفتها وانا معدي اهو 76. وبعدين في 77 لا في 78 اهي 78. في 79 لا نروح على ال 80. في 80 لا في 81. 81. وبعد كده في 82. دور معايا دور معايا 82 اهي. في 83. دور معايا يا ابني 83 ادي مره ادي مرتين ادي 3 مرات 83. يبقى 3 3 3. حلو. في بعد ال 83 في 85 اهو في 85. في 86 في 86 يا مستري. 86 دي مره وادي مرتين يبقى الستة مرتين 6 6 86 86. وبعدين في 87 لا مفيش. في 88 يبقى في 8. كويس اهي. في 89 قفشتها اهي 89 يا باشا. طيب نخش على التسعينات. التسعينات عندك في 92 اول واحده. وبعدين كمل كل ده خلص اهو. انزل تحت بقى في 94. في كام؟ 94 وفي 98. كويس. بعد كده في 100 يعني نحط صفر هنا. تمام كده ماشي. والمفتاح نكتبه له عشان نبقى عملنا كل حاجة. 1/7 تساوي 71. كده أنا عملت القيم. احنا بقى هنجيب ترتيب ر1 ر2 ر3. يلا بينا. هما 20 هنزود عليها 1 يبقى 21 على 4 تطلع 5.25. هنضربها في 2 تطلع 10.5. صح كده؟ وعايز ايه؟ عايز نصف المدى الرباعي. طب ما نجيب التالت على طول. هنضربه في 3 يبقى 15 75. 15 ايه؟ 75. طيب تعالى يا باشا زي ما علمتك كده. اول ما بتلاقي ساق واوراق ال5.25 دي خلي بالك هي دي اللي هنلعب معاها. يعني انا هاجي هنا كده شايف ال5 دي بس كده. تمام. تعالى بقى ايه نتكلم عليها شويه. ال5 اللي قدامي دي هبدا انا اشتغل. هجيب العدد الخامس. يعني ادي 1 2 3 4 5 هو هنا ما بين الصغير والكبير. الصغير 6 والكبير 8. خلاص. تعالى بقى نجيب قيمته. طبعا 6 وايه 76 و78. خلاص. بالمره تعالى على ال 15 75. ده العدد ال 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. يبقى هو هنا
بينهم كده، يبقى بين ال 88 وال 89 اجيب الصغير والكبير. حلو قوي. تعال نجيب قيمته بقى. قيمته بنجيبها ازاي؟ قيمه الري واحد الصغير، بعد كده زائد الكبير ناقص الصغير، 78 ناقص 76 ب 2 في العلامه العشريه اللي هي 25. خلاص. تعال نجيب ر 3 الصغير 88، الكبير ناقص الصغير اللي هو 1 في العلامه العشريه اللي هي 75. جبنا الر واحد طلع لي يا فندم بكام؟ ر واحد نحسبها على الآلة هتطلع 76 ونص. تطلع ر واحد هتطلع 76 ونص، ور 3 يا فندم هتطلع 88 و75 من 100. عايز نصف المدى الربيعي. نصف المدى الربيعي بتساوي ايه؟ ها، ر 3 88 75 ناقص 76 ونص على 2. ركز يا ولا. خلاص. هيطلع لي الإجابة 6 و125 من 1000. ده إجابة النموذج الاسترشادي الثاني. بالتوفيق لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.